السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف، قبل ما يستشهد السيد علي خامنئي رحمة الله عليه وجعله الله في جنات النعيم، قبل ما يستشهد بيومين نسمعوا في واحد الخطاب تاعو كي قال لهم، يهدر على الإمام الحسين، ومن بعد قال لهم مثلي لا يبايع يزيد. الإنسان اللي يتبع ويحلل وعنده ان اسبري اناليتيك يقول هذا السيد راهو في حرب مع امريكا والكيان هذا الصهيوني. واش دخل قضيه مثلي لا يبايع يزيد؟ باه تعرف باللي الاستشهاد تاع الامام الحسين عليه السلام ورضي الله عنه وارضاه، سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو ولد بنته فاطمة الزهراء عليها السلام ورضي الله عنها وأرضاها. تعرف باللي الاستشهاد تاع الإمام الحسين هو الشيء اللي قاعد يحرك في هذا الإيرانيين. عندهم عقيدة تخليهم يتمسكوا بالإمام الحسين ولد بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حين احنا وكثير من الدول الإسلامية عندنا هذا الحدث، هذا شيء عابر وكأنه عملية استشهادية والله استشهاد تاع أي إنسان مسلم وانتهى الأمر، وهي مش هكذا. الإمام الحسين عليه السلام اللي تكلموا في قضية الاستشهاد تاعو في كربلاء الكثير من المتقدمين والمتأخرين. من المتقدمين شوية كاين أبو بكر ابن العربي المالكي الأندلسي، موش ابن عربي الحاتمي الطائي الصوفي، هذاك موش هو، أو تشابه في الأسماء فقط. تكلم عليه أبو بكر ابن العربي الأندلسي المالكي، وتكلم عليه ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، رايهم في قضية خروج الإمام الحسين على يزيد لعنة الله عليه. والله لا يتربحوا إن شاء الله، والله لا يتربحوا إن شاء الله مليار مرة. وش قالوا هما؟ قالوا باللي لما خرج الإمام الحسين على يزيد الذي أمر بقتل الإمام الحسين ولد بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان خطأ من الحسين. وقالوا كلام كبير، على بال كبير، كلام موش نورمال، على بالك يدقق فيه مليح. قالوا أن الحسين قد قتل بسيف جده، موش بسيف يزيد والله سيف زياد، عبد الله بن زياد، والله كيف اسماوه، الله لا يتربحوا إن شاء الله الأمويين هذا. قالوا قتل بسيف جده، يعني قتل بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وكأنه قتل بفتوى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال لهم اللي يخرج على الحاكم فقد شق عصا الجماعة ولازم يتقتل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هدرش على الحاكم الصالح والحاكم اللي انت تبايعه ومن بعد تخرج عليه. هما يقولوا قام بثورة. وفي المتقدمين كاين محمد بن خضير، محمد بن خضير بيك، هو الأصول تاعو تركية عثمانية يعني، وعاش في مصر ودرس في الجامعة في مصر، ومن الناس اللي استلهم منهم العلم هما محمد عبده وجمال الدين الأفغاني قبله، اللي جمال الدين الأفغاني اللي التلميذ تاعو محمد عبده. محمد بن خضير بيك قال في المحاضرات تاعو اللي عنوانها تاريخ المسلمين، قال باللي
نورمالمون الحسين لا يقوم بثورة ضد يزيد لعنة الله عليه، وهو ما قامش بثورة. لا، لأنه الثورة نطلق اسم الثورة لما تقوم على حاكم أنت وافقت عليه. أما الإمام الحسين لم يبايع لا معاوية ولا ابن يزيد، ما بايعهمش وماهوش قابل بهم من الأول مليح. وقالوا باللي ما اتعظش من القتل تاع باباه اللي هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكرم الله وجهه وجازاه عن الأمة الإسلامية خير الجزاء. على بالك هذا الأمر هذا اللي حنايا حاطينه ولا شيء، هذا تاع مقتل الإمام الحسين حاطينه كي والو، تاع ولد بنت النبي نقتلوه، يخرج يحب يفهم نطيروا له راسه صح في كربلاء، وهزوا له راسه فوق الرمح وداوه حتى لدمشق، وسباو البنات اهل البيت والنساء بما فيهم زينب بنت علي، سباوهم داوهم الى دمشق حتى ليزيد، ووصلوا ليزيد وحطوا راس الحسين في صحن هكذا، حطوه لليزيد. وجا واحد من هذوك اللي كانوا مع يزيد، هذوك الله لا يتربحهم ان شاء الله الكل، جاو يتفتفلوا في خشم الحسين، في خشمه هكذا يتفتف في راسه، جابوا له راسه على طبق صح، يحسبوا فيها كل والو، وتورطوا على بال الكلام تاعهم كبير. هذا ولد بنت النبي يا خويا، والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحسن والحسين امامان قعدا او قاما، امامان. وكان النبي يسلم عليهم على فمهم يشتيهم، وكان يقول الحسن والحسين ابنائي، وان الله قد جعل نسلي في صلب علي. وفاطمه الزهراء عليه السلام بنت النبي اللي كان يقول فاطمه بضعه مني، من أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. المهم احنا تبالنا شغل حاجة ما كان حتى مشكل نورمال هكذا، ويا لا ودرقوا علينا هذه الأمور ما تكلموش فيهم. كي تقول له عليه ما تكلموش يقول لك هي أمور تثير الفتنة. ما كانش فتنة قد الكتمان، ربي ذم الكتمان، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما عرفناش الناس بشهادة الإمام الحسين اللي خرج يحيي الدين تاع جده، لأنه في عهد يزيد لعنة الله عليه كانت الجمعة تقام بالأربعاء في صلاة المغرب. كاش ما شفتوا الجمعة بالأربعاء وفي صلاة المغرب، والأمراء المؤمنين يباتوا سكرانين ويباتوا مع الجواري والدنيا. شاف هو باللي الدين تاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله أو كلف الله نبيه بإقامته في الناس، شافوا باللي رايحين يغبروه، راح يتدفن. خرج قال لازم، قالوا له ما تروحش هم يقتلوك، قال لهم لازم نموت أنا ونستشهد من أجل باه يحيى هذا الدين. وظهر لي هذا هو الشيء اللي داروا، شبه له الشيء اللي داروا خامنئي رحمة الله عليه. قالوا له نخبيو، قال لا، قال لازم يستشهد فينا واحد باه تصور الثورة، ويبداو يخمجوا لهم في وجوههم هذا وينحيوا لهم الراسة تاع باباهم الحلوف، باه هذا العالم هذا يفطن ويشوف هذا الناس اللي كفرناهم وسبيناهم قدام القرن باللي رانا كنا غالطين فيهم وظالمينهم صح. شوف كان واحد السيد صاحبي سألني، قال لي انت راح نسقسيك، قال لي عليه ربي ما ذكرش اهل بيت النبي في القرآن مباشرة وتتضح الرؤيا. قلت له ما ذكرهمش، وصرا هذا الشيء اللي صرا حتى اليوم وللضك في 2026 يجي واحد من الشرفاء يقول مثلي لا يبايع يزيد، هذا وما ذكرهمش ربي، كون ذكرهم وش يصرى. نعطيك انا الرؤية تاعي. شوف، من بين الاسباب اللي خلات اليهود والمسيحيين مش النصارى يحرفوا الكتب السابقة الانجيل والتوراة، هو انه ربي ذكر فيهم سيدنا محمد بالاسم، وربي في القرآن يقول وهذا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب اسمه. وفي آية أخرى يأتي من بعد نبي من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد. سيدنا عيسى لما يقول راحوا حرفوه من بين الأسباب هذه، بين حيو الاسم تاع سيدنا محمد. كنت حطوا الأئمة هذو والله الإمام علي والله الحسن والحسين في القرآن
كون كانت تخلى الدنيا يا بابا. قلت لو ذكرت اسماءهم كوني الدنيا خلات او ما على بالناش واش كان راح يصرى، لحكمه الله تعالى لم يذكر اسماءهم.